الشعب والشارع العراقي يطالب باستبعاد اللاعب سعد عبد الأمير من تشكيلة المنتخب الوطني العراقي. إذا واحد ما يريد يظلم حظه وبغته، كلنا شفنا مواجهة العراق والأردن، أفضل لاعب في مواجهة العراق والأردن هو كان سعد عبد الأمير. أنت اليوم لما تنتقد لا تنتقد واحد على كبره، على كبر عمره اللي 34 أو 35 سنة ما أعرف، بس قدم لك لعب أفضل من هواي شباب. إذا تريد تنتقد وتحاول تستبعد لاعب من المنتخب، أول واحد لازم تبعد إبراهيم بايش، والثاني هو مصطفى سعدون. يونس محمود بتصريح عليه يقول أنا ما أريد أنزل بلواعيب مغتربين للمنتخب الوطني العراقي. أي صار إن شاء الله. شلون تبني منتخب لعد؟ يونس محمود خلى أقلكم شوي شنو اللي بال يونس محمود كل هاي الدوخة وهاي الفرة. بالنسبة ليونس محمود بنى جيل 2007 وأخذ بيه كأس آسيا. يونس محمود ما صعد ولا تأهل لنهائيات كأس العالم. كل فكر يونس محمود إنه ما يريد جيل يجي أحسن من جيله بال2007، وما يريد جيل يصعد نهائي كأس العالم، لأن يونس محمود وجيله ما صعدوا لكأس العالم. إذا يريد المنتخب العراقي يصعد ويوصل نهائي كأس العالم، خلي يتم استبعاد يونس محمود من الاتحاد العراقي. أرجع وأكرر على كل واحد يشوف الفيديو، إذا ما يعطي مشاركة نطالب باسترجاع اللاعبين محمد قاسم وقوقية، هما أفضل لواعيب بالعراق حاليا. يونس محمود بعدهم عن تشكيلة المنتخب العراقي، ما نعرف شنو السبب.